وكده طلعت معانا احلى صينية رقاق. شايفين الجمال بتاعها حلوة ازاي؟ تحفة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير. واحلى صينية رقاق مهمة جدا طبعا في العيد، بنقدمها جنب الفتة وجنب الاكلات التانية. هي حاجة اساسية. ولو عجبكم الفيديو، اللي ما اشتركش عندي يشترك ويعمل لي لايك وتعليق حلو كده عشان يوصل لكم كل جديد وقناة تكبر بيكم. سلام عليكم. نعمل بقى النهاردة صينية رقاق. معايا شوربة هنا دسمة طبعا، فيها الفلفل الأسود والملح والبهارات بتاعتها، ومعايا هنا الطاجن اللي هعمل فيه، ومعايا هنا سمنة مسيحاها حط فيها ربع معلقة بيكنج باودر عشان خاطر تبقى منفوشة كده، منفوخة وحلوة، ما تبقاش ماسكة ببعضها. هقلب المكونات مع بعض. نحط معلقة في قاعدة الصينية. معايا هنا بقى السمنة مسيحة وحطيت ربع معلقة بيكنج باودر عليها. معايا الطاجن هدهنه سمنة وادهن الجناب عشان متلزقش. وبعد كده حطيت بقى أول واحدة بدهنها سمنة، الرقاق كبيرة شوية على الصينية فأنا بتنيها. أحط هنا بص كده، اضطريت إن أنا أسيبها عشان خاطر أقدر أتحكم فيها. وبكسرها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. احط طبقة سمنة، كل رقة عليه طبقة سمنة. هكمل وارجع لكم. كده معايا اللحمة اللي انا عصقتها معاكم قبل العيد وشلتها، بنزل عليها كده بالفراء وبفرشها. هكمل وارجع لكم. كده خلصت فرد اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى في الرقاق. احط سمنة كده. اخر طبقة هدهنها بقى سمنة.
هعمل ايه بقى؟ هاخد كبشة شوربة واحطها كده على الجناب عشان خاطر ما تطلعش ناشفة، تبقى طرية وحلوة، بس مش كتير عشان برضه ما تعجنش. انا حاطه البيكنج باودر عشان خاطر ان هو ينفش معايا. بس كده. معايا بقى هنا حتة قشطة هدهن بيها الوش، بتخلي الوش بيبقى جميل. اخر حاجة بقى نرش على الوش شوية حبة البركة كده، وهي قيمة غذائية في نفس الوقت شكل حلو بس مش كتير يعني. تاكلوا احلى صينية ايه؟ صينية رقاق. كل سنة وانتوا طيبين. احنا هنحطها بقى جنب الفتة. بس كده خلصنا الصينية زي ما انتوا شايفين كده.